عدد محدود من المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بخصائص تسمح لها بالحياة في الأجواء القارصة بالقطب الشمالي، وفي الوقت اللي ممكن تفقد فيه حياتك هناك مع درجات الحرارة اللي بتوصل أحياناً ل 40 درجة مئوية تحت الصفر. بعض المخلوقات ما تقدرش تعيش غير في الأجواء دي، ومن جموع الحيوانات اللي بتقدر تعيش في القطب الشمالي حيوان واحد بس تسيد المنطقة من غير مساعدة حد من بني جنسه، وأصبح هو الحاكم الوحيد. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. الدب القطبي أضخم حيوان مفترس ماشي على سطح الأرض. حياته أشبه بفيلم سينمائي بتخرج الوحوش في نهايته للانتقام من عالم البشر. الدببة القطبية مش موجودة في أي مكان في العالم باستثناء منطقة القطب الشمالي، وهي المنطقة اللي بتشمل أجزاء من شمال روسيا وجرينلاند والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية. لكن 80% من إجمالي أعداد الدببة القطبية بيعيشوا في الجزء الشمالي من دولة واحدة فقط، وهي كندا. وبتتواجد الدببة القطبية في العادة على السواحل والجزر، لكن معظم الوقت بتلاقيهم على الأسطح أو الألواح الجليدية الموجودة بين الأراضي وبعضها. ويعتبر الدب القطبي أكبر الحيوانات اللاحمة على الأرض. خارج عالم البحار مفيش حيوان مفترس بيتغذى على اللحوم أكبر منه، أو حتى بيقترب من طوله وحجمه المهول. وبيوصل طول الدب القطبي ل 2 متر و40 سنتي، ووزن الذكر بيوصل لأكتر من 800 كيلو. وأضخم الدببة القطبية اللي تم اكتشافها وصل وزنها ل1000 كيلو، يعني طن كامل. ومفيش حيوان مفترس بينافس الدب القطبي في ضخامته إلا دببة الكودياك، واللي بيوصل وزنه ل 680 كيلو. وعلى النقيض بنلاقي أحجام أناث الدببة القطبية أقل من نصف حجم الذكور تقريباً، بمقدار يتراوح من 200 ل 300 كيلو. ولو الطعام كان متوفر بالنسبة لهم ممكن يوصل وزن الأنثى ل 400 كيلو. وفي حين إن معظم أنواع الدببة ممكن تتغذى على النباتات والحشرات، فالدب القطبي ما يعرفش في الأكل غير اللحم وبس. ولو الطعام اتوفر قدامه يقدر ياكل من 45 كيلو ل 68 كيلو في الوجبة الواحدة. وبيتميز الدب القطبي بحاسة شم غير طبيعية، لدرجة إنه بيقدر يحدد رائحة الفريسة من على بعد 32 كيلو متر. أيوة، زي ما سمعت كده، حاسة الشم عند الدب القطبي بيوصل مداها ل 32 كيلو متر. وبالرغم من حجمه اللي بيعدي نص طن في العادي، إلا إن سرعته القصوى على الأرض بتوصل ل 40 كيلو متر في الساعة، وبتوصل سرعته في السباحة ل 10 كيلو متر في الساعة. الدب القطبي بيتمتع بمهارة غير عادية في السباحة، بيساعده فيها جسمه ورقبته الطويلة، بالإضافة لحجم كفوفه الأمامية المسطحة اللي بيوصل عرضها ل 30 سنتي، واللي بيخليها زي المجاديف أثناء السباحة. والطبقة السميكة من الشحوم بتساعده على تحمل درجات الحرارة القارصة تحت المية، بل إن مهارته في السباحة بتساعده على الصيد تحت المية كمان. ورصدت وكالة الماسح الجيولوجي الأمريكية بعض الدببة القطبية أثناء سباحتها ل10 أيام متتالية غطت فيها مسافة تقدر ب 600 ميل. مش بيقطعوها كلها سباحة، لكن بيقضوا معظمها عائمين على الأسطح الجليدية المنتشرة في المياه. وقطع المسافات الكبيرة دي أثناء السباحة بتيجي بتكلفة عالية جدا على الدببة القطبية، لأنهم بيستهلكوا 5 أضعاف الطاقة اللي بيستهلكوها من حركتهم على اليابس. وكل ما زادت المدة اللي بيستغرقوها في السباحة بين الوجبات، كل ما ارتفعت فرص وفاتهم بسبب الجوع. بالرغم إن فراق الدب القطبي بيبان أبيض اللون، إلا إنه في الحقيقة مش أبيض ولا حاجة، لكنه تشفاف. ظهوره باللون الأبيض راجع لانعكاس الضوء المحيط بيه من الأرض أو السماء. وبيتكون الفرو التشفاف للدب القطبي من طبقتين: طبقة داخلية سميكة وناعمة، فوقها طبقة مجوفة من الشعيرات الخشنة اللي بتشتت الموجات المرئية من الضوء. علشان كده بنشوفها باللون الأبيض، وأحيانا بنشوفها باللون الميل للصفار في فصل الصيف. والحقيقة إن اللون الطبيعي لجلد الدب القطبي الفرو التشفاف ده هو اللون الأسود. وبالإضافة للفرو، الدب عنده طبقة من الشحوم بيتراوح سمكها من 5 ل 10 سنتي. وبالنسبة للبشر والحيوانات اللي مش بتشوف غير الضوء المرئي، الدب بيتموه وبيختفي بالمحيط الأبيض الثلجي اللي هو عايش فيه. أما بقى بالنسبة لحيوان الرنة، واللي أحياناً بتتغذى عليه الدببة القطبية، فالموضوع مختلف. الرنة بتقدر تشوف في ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي بتقدر تحدد موقع الدببة في بيئتها الثلجية. وقبل ما توصل الدببة لحجمها المهول، بتتولد وهي بحجم صغير أشبه بحجم السناجب، مع وزنه لا يتجاوز النصف كيلو جرام، وطول يتراوح بين 30 ل 35 سنتي. وفي المرحلة دي بيكونوا عميان وما عندهمش أسنان، وفروهم بيكون ناعم وقصير، واللي بدوره مش بيوفر ليهم الحماية الكافية من درجات الحرارة القارصة في القطب الشمالي.
وبيعتمدوا بشكل كامل على الأم في الأكل والتدفئة، لكنهم بينموا بشكل متسارع بسبب حليب الأم الغني بالدهون اللي بتوصل نسبته ل1/10 من اللبن. وبتبدأ رحلة بحث الذكور عن الإناث للتزاوج مع بدء ذوبان الجليد، وبتعتاد الذكور على الدخول في صراعات بينها وبين بعض للظفر بالإناث. وبعد إتمام التزاوج بكام يوم بيترك الذكر شركته وبينطلق في رحلة لحاله. ومن الحاجات العجيبة الخاصة بالدببة وعدد آخر من الثدييات في عالم الحيوان إن الحمل ما بيحصلش بعد عملية التزاوج مباشرة، لكن بيتأخر لفترة. يعني لو التزاوج حصل في فصل الخريف ممكن الحمل يتأخر لحد أول أكتوبر، والعملية دي بيطلق عليها اسم الغرس المتأخر. وبعد ما تاخد الأم كفايتها من الطعام تبدأ في اختيار موقع لبناء وكرها أو عرينها اللي بتولد فيه وبترعى فيه الصغار. وبتختار الأم مواقع العرين على طول المناطق الساحلية أو بالتلال القريبة من الأسطح الجليدية، وبتحفر في أكوام الجليد علشان توفر لنفسها مكان أشبه بالكهف يتسع ليها ولأطفالها بعد الولادة. وبعد فترة حمل بتتراوح من 195 يوم ل 265 يوم بتلد 3 صغيرين في المعتاد أو صغير واحد، وبيطلق على صغير الدببة اسم الديسم. وبتعاني الأم لو رزقت بديسم واحد بسبب إنها بتكون المخلوق الوحيد اللي بيلعب مع الصغير طول الوقت، وتلاقي الديسم بقى عمال يعض فيها ويطلع عينيها في ظل عدم وجود أي إخوات ليه علشان يلعبوا معاهم. وبعد الولادة وفي الفترة اللي بتستمر فيها في العرين من 4 ل 8 شهور الأم ولا بتاكل ولا بتشرب، كل هدفها في الفترة دي بيكون رعاية أطفالها وأرضاعهم. وبالرغم من إن الصغير بيوصل لحجمه البالغ في فترة بتتراوح من 8 سنوات ل 14 سنة، إلا إن الأم عادة بتترك الصغير بعد 2.5 سنين من ولادته بعد ما بتكون علمته الصيد والسباحة وكيفية النجاة في البيئة الصعبة اللي بيعيشوا فيها. ووقتها تبدأ دورة تناسل جديدة. الحجم الهائل للدببة القطبية وحاسة الشم القوية اللي عندهم بتسمح لهم يكتشفوا الحيوانات والبشر من على مسافات مهولة، وبخلاف مهارتهم في السباحة كل ده بيخليهم بدون أعداء أو مفترسين طبيعيين. لكن العدو رقم 1 ضد الدببة القطبية هو الجوع، وفي المرتبة الثانية بيجي الاحتباس الحراري، والاتنين نوعا ما مرتبطين ببعض. المخلوق العملاق المهيب اللي بتشوفه في الصور والفيديوهات بيتحول لصورة هشة بيفقد فيها أكتر من نص وزنه لغاية ما يموت بسبب الجوع. الفكرة إن الاحتباس الحراري بيخلي فصل الصيف يستمر الوقت أطول في القطب الشمالي، ووقتها بتدوب الأسطح الجليدية اللي بتعتمد عليها الدببة في توفير طاقتهم من السباحة أثناء البحث عن الطعام، وده بيجبرهم إنهم يسبحوا المسافات أطول على معدة فارغة، واللي بدوره بيزود فرص موتهم من الجوع والغرق. وبتعتمد الحمية الغذائية للدب القطبي على الشحوم، يعني فكرة إنهم يعتمدوا في أكلهم على الحيوانات البرية زي الأرانب أو الأيائل مش هتخليهم يعيشوا. عملية الأيضة عندهم وتحويل الطعام لطاقة بتعتمد أساساً على الشحوم، ومعظم أكلهم عبارة عن فقمات واللي تعتبر حيوانات بتتمتع بنسبة محترمة من الدهون. وبيقدروا الدب عن طريق حاسة الشم الرهيبة إنه يكتشف موقع الفقمة من على الجحور الصغيرة اللي بتطلع منها من تحت الجليد علشان تلتقط أنفاسها. وبعد ما بيتم تحديد مكانها بيتحرك وراها الدب، وممكن يستخدم مخالبه الطويلة ووزنه الضخم في كسر طبقات الجليد وسحب الفقمة من رقبتها. أما بقى لو كانت الفقمة خارج المية بالفعل فالدب بيدخل في مود التسلل وبيتحرك ناحيتها بالراحة من غير ما تحس علشان ما تنطش في المية وتسابقه بسرعتها. وبالرغم إنه واحد من أضخم الحيوانات على الأرض إلا إنه لما بيدخل في مود الصيد بيتحرك برشاقة زي القطط، ولما تتفرج عليه وهو في طريقه لاصطياد فقمة هتلاقيه بيتحرك بخفة غير طبيعية، وأحيانا بيأخر نزول قدمه الخلفية على الأرض علشان ما يعملش أي صوت ينبه الفقمة وتهرب منه. أما بقى لو مفيش فقمات في المحيط بتاعهم بيخاطر الدب ويتحرك ناحية فريسة أكتر خطورة لكنها برضه بتتمتع بقدر محترم من الدهون، ألا وهي الفظ. الفظ من الحيوانات اللي بتتواجد دايما في مجموعات ضخمة، وعندها أنياب مميتة قادرة على ثقب الجلد السميك للدب القطبي. لكن الجوع صعب ولازم على الأم إنها توفر الأكل لصغارها. بيضطر الدب إنه يتجه نحو مجموعات الفظ ويستهدف الصغار والعجائز والمرضى منهم على أمل إنه يسحب واحدة بره المجموعة ويقدر يلتهمها. بس مش دايما بيخرج الدب القطبي من المغامرة دي على قيد الحياة. المشكلة إن الدببة القطبية من الحيوانات اللي مش بتجتمع وتصطاد مع بعضها، فهي مش بس انعزالية، دول ما بيحبوش بعض أساسا، ودايما بتدخل العائلات في صراعات مع بعضها على الفرائس، خصوصا مع قلة الفرائس في المنطقة. ولو في حوت عملاق ميت في المنطقة واتجمعوا حواليه ساعتها كل أم بعيالها بتبقى أمام أمر من الاتنين: يا تحرم عيالها ونفسها من وجبة محترمة علشان تحافظ عليهم وتهرب من المواجهة، أو تصمد في مكانها ضد الدببة التانية. علما إن بالرغم من إن الدببة القطبية بتقضي معظم حياتها تقريبا في الصيد، إلا إن نسبة ضئيلة جدا من محاولاتها بتتكلل بالنجاح، لدرجة إن مفيش غير 10% بس من المحاولات هي اللي بتنجح فيها الدببة في الحصول على الفريسة.
وبعض المصادر ذكرت إن نسبة نجاح محاولتها في الصيد مش بتتعدى إلا 2%. ومع تقلص مساحات الأسطح الجليدية بدأت الدببة تدور على سبل تانية للطعام، منها اللي أحيانا بتخليها في مواجهة مباشرة مع البشر. في فبراير 2019 ببلدة روسية منعزلة في منطقة نوفايا زيميليا تعرض أهل البلدة لعدد من هجمات الدببة القطبية وصل عددهم على مدار السنة ل 52 دب قطبي اقتحموا فيها المنازل والمباني العامة بحثا عن الطعام، في إشارة للي ممكن يحصل في المستقبل لو استمرت الأوضاع المناخية على نفس الحال. والتقارير والإحصائيات بتشير بالفعل لارتفاع هجمات الدببة القطبية على القرى القريبة من دايرة القطب الشمالي اللي بتتواجد فيها. وبالرغم من أن الدببة القطبية غير مصنفة حاليا باعتبارها مهددة بالانقراض، إلا أن العوامل المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري ممكن تغير التصنيف ده في المستقبل القريب، أو نخسر القطب الشمالي أصلا بالمفهوم المتعارف عنه.